السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذا اليوم المبارك، يوم الخميس 14 من شهر أغسطس لعام 2025، انطلاقا من قول الله سبحانه وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. في هذا اليوم المبارك نقوم بإعداد هذه الوجبات الساخنة المكونة من الأرز والخضار، لتوزع الأسر النازحة والمشردة والمكلومة في قطاع غزة وخاصة في شماله. هذا الخير يأتي من أهل الخير بتبرع كريم من مؤسسة وقف الديانة التركي، التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلف عليهم ما أنفقوا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم هذا العطاء. جزا الله المنفقين، غفر الله لهم، حفظهم الله وحفظ أهليهم ومن يحبون، أطعمهم الله من ثمار أهل الجنة، أدام الله عطاءهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر وقف الديانة التركي على هذا المشروع، وإن شاء الله يضلهم دايما معنا واقفين معنا في هذه الأزمة إن شاء الله. السلام عليكم. الحمد لله على الله سلامتكم. يسلمك. هذا الطعام مقدم من مؤسسة وقف الديانة التركي والشعب التركي، بقول لك الحمد لله على سلامتك. نشكر الشعب التركي ووقف الديانة التركي على هذا الطعام، وبارك الله فيكم وشكرا لكم على هذا الطعام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذا اليوم المبارك من يوم الاثنين 7 من شهر تموز لعام 2025 للميلادي، تستمر مؤسسة وقف الديانة التركي والمحسنون من الشعب التركي المبارك بدعمهم المتواصل والمستمر لخدمة إخوانهم وأهلهم الذين وقع عليهم الظلم والعدوان هنا على أرض غزة، متواجدون في هذه المدرسة في منطقة الصفطاوي تعزيزا لصمود الناس وتخفيف من معاناتهم في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية ضمن مشروع سقيا الماء، نقدم المياه النظيفة المفلترة الصالحة للشرب وبدعم كريم عبر مؤسسة وقف الديانة التركي. بارك الله فيكم، تقبل الله منكم، جزاكم الله كل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجعلنا من الماء كل شيء حي. بلدية غزة أطلقت نداء استغاثة إلى جميع المؤسسات الخيرية من أجل استخراج الماء من باطن الأرض لما يحتاجه أهالي قطاع غزة، وخاصة أن مدينة غزة لجأ إليها مئات الآلاف من سكان قطاع غزة هربا من هذه الحرب الضروس التي تشنها إسرائيل على شمال قطاع غزة بل على كل قطاع غزة. التجأ الناس هنا إلى مدينة غزة ونحن بحاجة إلى الماء والطعام وكل شيء. وقف الديانة لبت هذا النداء وقمنا في هذا اليوم المبارك بحفر هذا البئر لاستخراج المياه العذبة من باطن هذه الأرض. الشكر موصول للإخوة في وقف الديانة وللشعب التركي الذين استجابوا لنداء بلدية غزة من أجل حفر هذا البئر واستخراج هذه المياه. سوف نوفيكم بكل جديد.